السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شباب عاملين ايه؟ الفيديو اللي فات اتكلمنا عن عمليات المقارنة، وقلت ان انا بحتاجها لما اكون عايز اسأل البرنامج بتاعه سؤال، وبناء على الإجابة اللي هو هيرد عليا انا هنفذ حاجة معينة. تمام؟ طيب جميل. احنا عندنا اللي بيساعدنا في العملية او الحاجة اللي احنا محتاجينها دي حاجة اسمها الكونديشن، اللي هي الشروط. حتى انت لو يعني ركزت شويه في الاسم هتلاقي ان الاسم معبر شويه. ليه؟ لان انت بتحاول ان انت تتشرط على البرنامج بتاعك، بتقول له لو مثلا لو كذا، لو الاجابه كذا اعمل لي كذا. طيب لو الاجابه نو، لا ما تعمليش، اعمل لي كذا. انت بتحاول انت تتشرط على الايه، على البرنامج بتاعك. فاذا اسمها الكونديشن، يعني الشرط. تمام. طيب الشرط عندي نوعين فيها. عندك حاجه اسمها الالس، عندك عندك حاجه اسمها الاف، وعندك حاجه اسمها السويتش. جميل جميل. هنتكلم عن الاف. احنا زي ما ضربنا المثال قبل كده، قلت لك ان في شخص، انت شغال في محل ملابس، وفي شخص جاي اشترى مثلا وليكن ب 500 جنيه، وجاء قال لك انا عايز خصم. فكان التعليمات اللي عندك او الشرط اللي عندك ان الشخص ده ياخد الخصم، انه اذا اشترى ب 500 جنيه، يعني لو اشترى 500 جنيه هياخد الخصم. طب لو ما اشتراش، لا خلاص مش هياخد الايه، الخصم. تمام. طيب تعال نشوف الكلام ده ازاي. احنا هنعمل مثلا، نفترض ان هو اشترى ده التوتال. جميل. التوتال اللي اشترى مثلا نفترض بالايه، بال 500 جنيه. جميل جميل. طيب انا عايز الوقت اقول له لو التوتال ده اكبر من 500 فهياخد الخصم. طب لو اقل من ال 500 مش هياخد الخصم. طيب هنستخدم حاجه اسمها اف. لو جيت بصيت ان اف دي من اسمها اصلا، اسمها باللغه الانجليزيه لو. فانت كانك بتقول له لو التوتال اكبر من ال 500 فنفذ لي الخصم. طب لو مش اكبر من 500 ما تنفذليش الخصم. فاقول له كده ازاي؟ هقول له عن طريق ان جوه القوسين دول، جوه القوسين دول، القوسين ده، القوس ده بياخد اما ترو او فولس على حسب الشرط بتاعك وعلى حسب الاجابه. فانا هنا بقول له لو التوتال كان قيمته اكبر من ايه، من ال 500. يعني التوتال ده قيمته اكبر منين، من ال 500. نفترض هقول له مثلا هياخد مثلا ان هو ياخد الايه، الديسكاونت. تعال نشيل ده كده. ان هو ياخد الايه، الديسكاونت. طيب ده في حاله انه ايه، انه اشترى باكتر من 500. طيب قبل، في حاله ان هو ما اشتراش باكتر من 500، نفترض اشترى ب 400 جنيه. عايز اقول له يعمل حاجه، ساعتها هقول له هنا حاجه اسمها else. else دي كانك بتقول له لو الشرط ده اللي فوق اتحقق، خلاص خش على الاف دي، خش اللي جوه الاقواس دي وينفذه. هيخش ينفذ هنا ومش هيبص على اللي هنا خلاص. طب لو اللي فوق ده ما اتحققش، لو ده كان بفولس، يبقى هو مش هيخش هنا، هيقوم رايح على الايه، على الالس، هينفذ اللي ايه، هينفذ اللي هنا عندي هنا. تمام. طيب تعال نشوف. هنلاقي ان هو ايه، هنلاقي ان هو طبع ايه، طبع ديسكاونت. جميل. طبع ايه، ديسكاونت. تعالى مره تاني كده. طبع ايه، ديسكاونت. ليه؟ لان التوتال، التوتال عندي بكام؟ في حاجه، في مشكله. طيب خلي بالك، هو المفروض المشكله اللي عندي ايه، ان انا هنا طبعت كلمه ديسكاونت وطبعت كلمه ديسكاونت. المفروض هنا انه ايه،
نو ديسكاونت. بس خلي بالك اللي هيطبع هنا ايه حاليا كده، اللي هيطبع ايه، ديسكاونت ولا نو ديسكاونت؟ تعال نشوف. لو جينا بصينا نشيل ده كده ونعمل رن تاني، هنلاقي ان هو ايه، نو ديسكاونت. يعني دخل هنا، يعني راح بص قال لك، دخل على الاف قال لو لا الشرط بيقول ان التوتال اكبر من ال 500، فبالتالي لما راح بص شاف التوتال قيمته كام، القيمه التوتال قيمته 500. تقول لي ازاي؟ هقول لك خلي بالك انت قايل له لو قيمته اكبر من 500، فلا ان ده غلط فولس، فما دخلش هنا، فقام راح داخل على ايه، على الالس وطبع الجمله دي. يبقى خلي بالك من الحاجه دي، انت قلت له هنا ايه، لو قيمته اكبر من 500. طب انا بقول له لا، لو قيمته ب 500 فاكتر، يعني 500 واكبر، ساعتها ممكن نقوم ايه، نقول ان التوتال اكبر من او يساوي. لو جينا بصينا في الرن هنلاقي ان هو هيطبع لنا ايه، ديسكاونت. يبقى احنا لازم نخلي بالنا منين، من اللفظ، لفظ الشرط. انت عايز هو اكبر من ال 500 ولا عايز انه بيساوي 500 فاكتر، يعني 500 دي ياخد الخصم ولا ما ياخدش؟ لو هو اشترى ب 500 هو هياخد خصم، يبقى لازم اقول له اكبر من او يساوي. انما لو ما حطيتلوش يساوي يبقى مش هياخد ايه، لو اشترى ب 500 بالظبط مش هياخد. جميل. يبقى دي اسمها الايه، الاف كونديشن. سريعا كده، الكونديشن دي عباره عن انك بتسال البرنامج بتاعك سؤال وبيرد عليك باجابه، بناء على الاجابه دي انت هتنفذ حاجه معينه. ولنفترض انت بتساله سؤال فهو جاوبك قال لك ايوه، لو ايوه مثلا بالنسبه لك والله نفذ لي حاجه معينه. طب لا نو او فولس، لا والله نفذ لي ايه، حاجه معينه. يبقى انت وقت بتعمل ايه، بتعمل عمليه تشرط، انت بتتشرط على ايه، على البرنامج. جميل. لغايه هنا الدنيا تمام. الاف بسيطه جدا، وان شاء الله الفيديو الجاي هنكمل كلامنا عن الكونديشن، وهنكمل كلامنا خصوصا عن الاف. واستناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.